السلام ومرحبا بكم في وصفة جديدة مع شهيوات فاطمة. هذه الوصفة أيضا طلبوها مني بعض الأخوات. وصفة اليوم هي مقرود المقلى محشي بالتمر. ستكتشفون معي كيفية الحصول على مقرود ماشي مشقق من الفوق ويذوب في الفم، وأيضا كيفية قليه. أنا قليتها بطريقة تختلف عن الوصفات الأخرى. هذه طريقة تحصلت عليها من عند واحدة السيدة، الآن هي راها آية القمر لا يذكرها بالخير. كان المقرود نتاعها حتى حد ما ينافسه في وقتها. غادي تجيكم هذه الطريقة غريبة لكن النتيجة رائعة. سنبدأ مباشرة في كيفية التحضير. بسم الله. بالنسبة للمكونات نحتاج في المرحلة الأولى كيلو سميد من النوع المتوسط. نوعية السميد مهمة جدا في نجاح المقرود. نحتاج أيضا قرصة ملح و250 غرام زبدة أو مارغرين دايبة أو مزيج من الزبدة والسمن. أنا استعمل 200 غرام زبدة و50 غرام سمن. هذا هو السميد اللي استعملته، مكتوب فيه مقرود. وايضا تقدروا تستعملوا سيمولينا 2 بالنسبه للساكنين في كندا. شوفوا كيفاش جاي متوسط وحرش. نبدا نضع الملح مع السميد، نخلطوا شويه، من بعد نزيد الزبده وغادي نخلطوا مليح. نقعدوا نبسوا مليح السميد مع الزبده حتى تدخل مليح في السميد. وغادي في الاخير غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا 12 ساعة. هذه الراحة مهمة أيضا باش السميد يمتص مليح الزبدة. مثلا كما أنا نخلطهم الصباح وفي المساء في الليل نشكل المقرود. بالنسبة للحشو أنا استعملت التمر منزوع العلفة يكون طري، زدت عليه مغرف صغيرة زبدة، مغرف كبيرة قرفة وقرصة تاع قرنفل. من بعد غادي نعجنهم بيديا باش يتعجنوا مليح. تقدروا ايضا تستعملوا الشوكه. زدت له مغرف كبيره تاع مازهر وقعدت نعجن فيه حتى نتحصلوا على عجينه ما يكونش فيها كاين العصب هذاك تاع التمر. تقدروا ايضا تستعملوا عجينه التمر الخاصه بالمقرود اللي تنباع في المحلات. من بعد غادي ندهنوا يدينا ونشكلوا الحشو على شكل اصابع ونخليهم على جهه. هذا هو الحشو اللي غادي نديروه في وسط المقرود. نمر الآن إلى تشكيل المقرود. نحتاج شوية فرينة ونحتاج أيضا مزيج من الماء والمازهر. من يرتاح 12 ساعة غادي نخلطوه ثانية لأن الزبدة غادي تهبط للأسفل والجهة السفلية غادي تكون مدهونة أكثر من الجهة العلوية. كم عارفين السميد إلا كان مدهون بزاف وقليتو غادي يتفتت. غادي نأخذ كمية من السميد، مثلا أنا قسمته على 4 وأخذت فقط الربع. وضعت هذه الكمية في إناء آخر. غادي نزيد له مغرف كبيرة تاع فرينة. الفرينة هنا هي اللي غادي تلصق حبيبات السميد باش ما يتفتتش في القلايين، مثل لاكول غادي تلعب دور لاكول. غادي نخلطو شوية ومن بعد نجمع العجينة تاعنا بالماء والمازهر. كمية الماء تكون كبيرة على المازهر. غادي نقعد نزيد هذا الماء والمازهر بكميات قليلة وفي نفس الوقت نقعد نجمع في العجينة. ما لازمش تدلكوها بزاف العجينة. من بعد كي تشوفوها تشمخت مليح غادي نضع الخليط فوق طاولة العمل ونجمعوا مليح العجينة تاعنا. غادي نعطيها شكل اسطواني. من بعد غادي نقوم بفتح الوسط على هذا الشكل ونضع في الفتحة اللي صنعناها نضع التمر اللي شكلناه قبيله. غادي نضعه على جميع الطول. من بعد غادي نغلقوا على الحشو باش يكون داخل العجينة.
من نغلقوه مليح نقلب الكل على الجهه الاخرى. هذه الجهه هي اللي تكون ملساء. تقدروا ايضا توضعوا ورقه من البلاستيك من الفوق وتقوموا بعدل المساحه حتى تكون ملساء اكثر. تقعدوا تليسوا فيها حتى تولي ملساء. شوفوا كيفاش راهي ملساء. ناخذ الان الطابع الخاص بالمقرود، نوضع الجهه المشكله في الفرينه ونضعه فوق عجينه المقرود، ونقوم ايضا بالضغط عليه قليلا باش نلقوا الشكل اللي فيه لعجينه المقرود. الفرينه هنايا نديروها باش الطابع ما يلصقناش فوق من الفوق ما يوليش عندنا شكل مليح للمقرود نتاعنا. انا شاك فوا نحطو نعاود نديروه في الفرينه، وهنا غادي نضغط عليه مره ثانيه باش الشكل يظهر اكثر. نقوم بنزع العجينه الزائده ونترك فقط الجهه الوسطى اللي يكون فيها شكل الطابع. انا نوضع الطابع ونقلع وننزع جميع الجوانب. من بعد غادي نقطعوا المقرود نتاعنا، نتبعوا الشكل، نقطعوا على حسب الشكل. ولا شفتوا كاين بزاف فرينه من الفوق انزعوها بواسطه بانسو. غادي نعدلوه ثم نضعه في بلا. وغادي نقوم بنفس الشيء بالنسبه لبقايا العجينه، نزيد لها شويه ماء وما زهر ونقوم بتشكيل المقرود بنفس الطريقه. نفتحوه في الوسط، نحطوا الحشو، نغلق عليه ومن بعد نشكلوا المقرود. البلاستيك هذا يساعدكم مليح باش تكون عندكم مساحه ملساء من الفوق، لاخاطرش ما يلكش يكون كاين شقوق. هذوك الشقوق لو كان يكونوا كاينين غادي من تقلوه ايضا يزيدوا ينحلوا لكم اكثر. ونضعهم في البلا. ونفس الشيء ايضا بالنسبه للعجينه الاخيره. العجينه الاخيره انا كاع اللي تتبقى لي نحولها الى مقيردات، يعني مقرود صغير، ونقليه حتى هذاك الحشو اللي نقلعه اللي يكون في الجوانب ايضا نخلطه مع العجينه اللي بقات ونقليهم ايضا ونعسلهم، يعني ما نضيعوا حتى حاجه. من بعد غادي نترك المقرود ينشف مليح. انا هذا هو الثاني السر الثاني لنجاح المقرود، انا تركته 12 ساعه. من ينشف مليح غادي تلاحظوا انه راه خفيف في الوزن، هذاك الماء اللي يكون فيه يكون تبخر وغادي يجيكم محبب في الوسط ويذوب في الفم. لو كان تقلوه مباشره غادي يجي معجن في الوسط. نمر الان الى القلايان لاكتشاف السر الاخر لنجاح المقرود. قبل قليانه يعني المقله راها واجده، نغطسه، نقضب الحبه ونغطسها كامل في الماء. من بعد غادي نقليه مباشره. هذا هو السر اللي قالت لي عليه السيده. قالت لي هي ملي كانت توضع كميات كبيره، كانت تصنع كميات كبيره، كانت توضع بجانبها باسينه تاع ماء وتاخذ الشبكه بها بالمقرود وتغطسه كلها في الماء ومباشره في المقله. انا قليته بالحبه لانني استعملت كميه قليله.
لاحظت من نشمخوا المقرود ونوضعوه في المقله، هذا الماء اللي يكون على جميع المساحه غادي ينشف، ومن ينشف غادي يلصق جميع حبيبات الخارجيه تاع حبه المقرود، ومن هادو يلصقوا ما غاديش الحبه تتفتت، والزبده ايضا اللي في المقرود ما غاديش تخرج. انا نفس الزيت هذه قليت بها جميع المقرود اللي صنعته. من قبل انا كنت من نقلي المقرود نتاعي 2 مقلات 3 نعاود نبدلها، كي نشوف الحبه بدات تتشقق نعاود نبدلها باسكو الزبده كانت تخرج، وبهذه الطريقه الزبده ما غاديش تخرج من المقرود، على بها يجي يتفتت ويجي يذوب في الفم. غادي نقعدوا نقلوه فيه، من يشوفوا الجهه السفليه تحمرت نقلبوه ونخلوه يتحمر مليح. انا قليته على نار متوسطه. اولا صاي المقرود تاعنا طاب، نوضعه في ان بلان نكونوا حاطين فيه ورق اللي يمتص الزيت. من نخرجوا كاع الحبات مباشره نحطوه في العسل، راه مازال حامي، هنايا فقط درته في هذاك الورق باش الزيت ما يطيحليش في العسل. من بعد نضغطوا على المقرود باش يدخل للداخل باش يمتص مليح العسل، ونخلوه في العسل. انا نخليه مينيموم على الاقل 20 دقيقه في العسل، ولا استعملتوا كميات كبار لكن يكون عندكم 2 اوعيه تاع العسل. من الاول يفوت 20 دقيقه تنحوه وتخلوا المقرود اللي غادي تقلوه من بعد. من بعد غادي تنقلوه في كسكاس باش يقطر مليح من العسل. غادي نوري لكم كيفاش جا من الداخل، كيفاش جا معسل مليح ويجي يذوب في الفم. هذا المقرود هايل. وصلنا الى نهايه الوصفه، نقول لكم مع السلامه والى الوصفه الجايه ان شاء الله.